محامي الحدود إلى حارس المصانع والشركات والمحطات. هكذا تحولت مهمة القوات المسلحة القتالية وعقيدتها العسكرية إلى اقتصادية وبزنس كما يقال. الجزيرة مباشر مصر انفردت بالحصول على وثائق لصفقة بين الشركة القابضة للكهرباء وبين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة. الوثيقة التي توضح طلب الشركة الحكومية من قوات الجيش تقديم خدمات الحراسة مقابل مبالغ مالية تصل إلى 135 ألف جنيه شهريا. ونظرا لما سمته شركة الكهرباء من موقف المشروع وكونه هدفا حيويا استراتيجيا، فقد تم مخاطبة وزارة الدفاع لتأمين الموقع مقابل هذا المبلغ المادي. فهل أصبحت مهمة الجيش حماية المؤسسات المدنية نظير أجر؟ وهل كان من الأفضل تخصيص هذه المبالغ لتطوير المحطات؟ وهل غاب دور شرطة الكهرباء حتى يكون هنالك دور للجيش، مع أن شرطة الكهرباء تتقاضى أموالا من شركة الكهرباء؟ وما هو الوضع الجديد بعد انتقال مهام شرطة الكهرباء إلى بعض قوات الجيش؟ الأسعار شاملة ضريبة المبيعات، هذه الجملة التي يعرفها المواطن المصري جيدا ويقرأها عادة على المنتجات والخدمات المدنية، هذه المرة يقرأها لأول مرة في وثيقة لصفقة سرية للجيش تنفرد الجزيرة مباشر مصر بنشرها. الأوراق التي توثق صفقة بين الشركة القابضة للكهرباء وبين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابعة للجيش، الوثيقة التي توضح طلب الشركة الحكومية من قوات الجيش تقديم خدمات الحراسة مقابل مبالغ مالية تصل إلى 135 ألف جنيه شهريا، والمبلغ يشمل الضرائب. ونظرا لما أسمته شركة الكهرباء موقف المشروع وكونه هدفا حيويا، فقد تم مخاطبة وزارة الدفاع لتأمين الموقع بمقابل مادي. تحوي السطور التالية على مفاجآت أخرى. ردت وزارة الدفاع على عرض حماية محطة الكهرباء بالموافقة، وأرسلت ما أسمته عرض أسعار مقابل خدماتها الأمنية. سنحميكم مقابل 138,600 جنيه. شركة الكهرباء استلمت العرض وأبدت موافقتها على الصفقة، ولكن بعد جلسة تفاوض وحسب الوثيقة تم الوصول فيها إلى تخفيض مقابل الحماية إلى 135 ألف جنيه شهريا، أي أن عملية الفصال أفضت إلى تخفيض المبلغ المقترح من الجيش بنحو 3600 جنيه بغياب أي دور لشرطة الكهرباء. توقيت الصفقة والذي يأتي في سياق متكامل يحدث في مصر في سبيل دفعها لارتداء الزي المموه بعد قرار الجيش الدخول في مناقصات طرق وأغذية وكبار ومخابز. الأمر لم يكن في مجمله لصالح الفقراء كما هو المبرر الدائم، خاصة بعد خروج أرقام وصفقات على السطح لم يكن أبرزها رفع رسوم العبور في طريق القاهرة الإسكندرية أكثر من 8 أضعاف بعد انتقاله لرعاية الجيش. في عوالم موازية الجيش يقاتل أو يرابط وأحيانا يؤمن الجبهة الداخلية، أما في عالم آخر الجيش يبيع أغذية ويبني طرقا ويؤمن شركات حكومية بالجنود الإلزاميين وبمئات آلاف الجنيهات كان من الممكن أن يستفاد بها في تطوير مشروعات خدمية المواطن في أمس الحاجة إليها.